السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. في الفيديو اللي فات راجعنا على الوحدة الأولى، لخصناها بأبسط طريقة ممكنة. في الفيديو بتاع النهاردة هنحل كم كبير من الأسئلة علشان نثبت المعلومات. يلا بينا ونبدأ بسم الله. هنبدأ مع بعض بالخرائط، ودي أول سؤال بيجي في الامتحانات. أول خريطة عندنا دي خريطة أوراسيا. أوراسيا يعني خريطة لآسيا وأوروبا. هنبتدي برقم 1، هي هضبة. دي هضبة ايه؟ فكروا قول معايا. دي هضبة التبت، تمام. 2، الجبال المتفرعة منها دي بتكون جبال الهيمالايا، جبال الهيمالايا. رقم 3، ده نهر ايه؟ ده نهر الفولجا. رقم 4، هضبة ايه دي؟ هضبة الميزيتا، هضبة الميزيتا. طيب رقم 5، البحر ده بحر ايه؟ فوق افريقيا على طول، يبقى ده البحر الابيض المتوسط. 6، السهل ايه؟ السهل الاوروبي العظيم، السهل الاوروبي العظيم. 7، ده مدار السرطان. و8، دي دائرة الاستواء بتبقى في الجنوب، انما في الشمال خالص الدائرة القطبية الشمالية. يلا بينا ندخل على الخريطة اللي بعد كده. تمام، اول حاجه دي الدائره ايه؟ قلنا في الشمال تبقى الدائره القطبيه الشماليه. طيب خط طول رئيسي على طول يبقى خط جرينتش. حلو خالص. رقم 3، ده المحيط ايه؟ ده المحيط الهادي، طالما في الشرق يبقى المحيط الهادي. طيب 4، ده بحر ايه؟ بحر العرب. 5، البحر الأسود. 5، البحر الأسود. عايزاك تركز كويس جدا في الأماكن بتاعت كل حاجة على الخريطة. طيب 6، ده أرخبيل. أرخبيل إيه؟ أرخبيل اليابان. أمال 7، الأرخبيل الإندونيسي، الإندونيسي. حلو. رقم 8، دي جزيرة سريلانكا، سريلانكا، جزيرة سريلانكا. 9، دي هضبة الدكن، هضبة الدكن. حلو. أمال 10 بقى هضبة إيه؟ 10، فكروا دي سهلة دي، هضبة شبه الجزيرة العربية. حلو جدا. 12، ده نهر الدانوب. و13، ده نهر يانجستي، نهر يانجستي. 14، ده نهر أمور، نهر أمور. الخريطتين اللي فاتوا كانوا خرائط على الدرس الأول، الخريطتين دول بقى على الدرس التاني. أول خريطة دي لقارة آسيا. بيقولي من خلال الخريطة حدد الآتي أو اكتب الآتي: من أهم الدول المنتجة لمعدن الكروم. الخريطة ديت محتاجة منك إن أنت تكون مذاكر كويس جدا، مش بس عارف الأماكن على الخريطة، تكون مذاكر الدرس ده كويس جدا. طيب أول حاجة من أهم الدول قارة آسيا المنتجة لمعدن الكروم، ده قلنا الهند، الهند. تمام. رقم 2، أولى الدول بقى المنتجة لمعدن النيكل في آسيا هي أندونيسيا. رقم 3، الدولة اللي بتتصدر إنتاج البترول بآسيا. سهلة جدا دي، تمام شطار، دي السعودية. رقم 4، أولى دول قارات آسيا إنتاجا لليورانيوم. دي أنا قلتلكوا ركزوا عليها كويس جدا، كازاخستان، كازاخستان. 5، أكبر دول قارة آسيا إنتاجا للنحاس والبوكسايت على طول تبقى الصين. تمام. ندخل على قارة أوروبا. أهم دول قارة أوروبا إنتاجا للمنجنيز كانت دولة أوكرانيا. وأهم أو الدولة اللي كانت بتتصدر إنتاج الكروم في قارة أوروبا كانت فنلندا، فنلندا. رقم 3، أولى دول أوروبا في إنتاج الفحم إيه؟ روسيا على طول. أولى الدول الأوروبية إنتاجا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح كانت مين؟ ألمانيا. حلو جدا. أهم دول أوروبا إنتاجا لمصدر الطاقة المنافس القوي للبترول. السؤال ده فيه فكرة، هو مين أصلا اللي كان بينافس البترول؟ الغاز الطبيعي. يبقى مين أهم دولة في أوروبا بتنتج الغاز الطبيعي؟ هي النرويج. بعد كده هندخل على أسئلة اختر. هنختار الإجابة الصحيحة، بس لازم نقرأ السؤال كويس جدا جدا. أول سؤال بيقول: المسطح المائي الذي يحد قارة آسيا من جهة الشرق. مسطح مائي كان بيحيط أو بيحد آسيا من جهة الشرق، ده كان المحيط الهادي،
المحيط الهادي. رقم 2، تقترب قارة آسيا من قارة أفريقيا عند مضيق باب المندب. تمام. رقم 3، يحد قارة أوروبا من جهة الشرق. إيه؟ سهلة دي، قارة آسيا. قارة آسيا. اللي بعد كده، أي من الجبال التالية يعد حدا بريا يفصل بين قارة آسيا وأوروبا؟ جبال إيه؟ الألب والبرانس، الهيمالايا، أورال؟ الإجابة هي جبال أورال. أورال. قلنا كان في بيفصل جبال الأورال، وده كان حدود برية بين قارة آسيا وقارة أوروبا. رقم 5، تبدو قارة أوروبا كأنها امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة، يعني السؤال باختصار، هي قارة أوروبا يعني تحد آسيا من جهة إيه؟ من جهة الغرب. تمام. تقترب بقى قارة أوروبا من قارة أفريقيا عند مضيق إيه؟ عند مضيق جبل طارق. جبل طارق. أنا عايزاكم انتوا تقولوا الإجابة قبل أنا ما أقولها. بعد كده رقم 7، صح؟ 7، من الحضارات القديمة التي نشأت بقارة أوروبا. حضارة قديمة نشأت في قارة أوروبا، هي إيه؟ الصينية ولا الفينيقية ولا الرومانية ولا الهندية؟ الإجابة الصحيحة هي الحضارة الرومانية. طيب، توجد بقارة آسيا أعلى وأضخم السلاسل الجبلية في العالم، وهي جبال إيه؟ البرانس ولا الهيمالايا ولا الألب ولا أورال؟ الإجابة الصحيحة الهيمالايا. بعد كده 9، تشغل هضبة الدكن معظم الجزء الجنوبي في دولة إيه؟ في دولة الهند ولا اليابان ولا أندونيسيا ولا إسبانيا؟ الإجابة الصحيحة هي دولة الهند. هضبة الدكن بتشغل الجزء الجنوبي من دولة الهند. رقم 10، توجد بوسط قارة آسيا هضبة إيه؟ الميزيتا، الدكن، شبه الجزيرة العربية، التبت؟ الإجابة الصحيحة طبعا هي هضبة التبت. رقم 11، من الأنهار التي تجري بداخل قارة أوروبا نهر إيه؟ أوب، الدانوب، ينسي، السند؟ الإجابة الصحيحة الدانوب. رقم 12، تقع جزيرة سريلانكا إلى الجنوب من دولة إندونيسيا، اليابان، الهند، إسبانيا؟ الهند. الإجابة الصحيحة الهند. رقم 13، تقع سهول نهر السند بقارة آسيا في الجهة الجنوبية ولا الغربية ولا الشمالية أم الشرقية؟ الإجابة الصحيحة طبعا هي الجهة الجنوبية. أي من الأنهار التالية تجري بداخل سهل منشوريا في قارة آسيا؟ اليانجستي، آمور، ينسي، السند؟ الإجابة الصحيحة إيه؟ آمور. نهر آمور هو اللي بيجري داخل سهل منشوريا في قارة آسيا. حلو. بعد كده 15، السهول التي تقع غرب قارة آسيا كانت سهول إيه؟ سهول نهر السند ولا سهول سيبيريا ولا سهول نهري دجلة والفرات ولا سهل الصين؟ الإجابة الصحيحة غرب آسيا، يبقى على طول سهول نهري دجلة والفرات. 16، يعد أطول أنهار قارة أوروبا نهر إيه؟ نهر الفولجا. أطول أنهار أوروبا الفولجا. يلا بينا نكمل على اللي بعده. هنكمل مع بعض الاختيارات. أول سؤال بيقول: من أكبر الدول الآسيوية المنتجة للمعدنان اللذان يدخلان في صناعة ما يعبر عنه محتوى الصورة؟ طب إيه هي الصورة؟ الصورة دي بطارية سيارة كهربائية. إيه هي المعادن اللي من استخدامها تدخل في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية؟ 2، المنجنيز والنيكل. طيب المنجنيز كانت مين اللي بتنتجه؟ بلدين، الصين والهند، والنيكل اندونيسيا. يبقى انا هدور على اندونيسيا والصين والهند في الاختيارات. اول اختيار هند وتركيا والسعودية، غلط. تاني اختيار كازاخستان والهند واليابان، غلط. تالت اختيار اندونيسيا والصين والهند، هو ده الإجابة الصح. بعد كده تمثل دولة فنلندا أولى دول قارات أوروبا إنتاجا لمعدن الكروم. إنتاجا لمعدن الكروم. بعد كده أولى دول أوروبا في إنتاج معدن البوكسايت اللي هو بيدخل في صناعة الألومنيوم كان
روسيا. ينتمي إلى المعادن الخفيفة معدن إيه؟ نقرأ الاختيارات مع بعض. الحديد، الكروم، النحاس، التيتانيوم. التلاتة الأولانيين حديد كروم نحاس دول كانوا المعادن الأساسية أو المعادن الحديدية. التيتانيوم هو من المعادن الخفيفة هو والبوكسايت. بعد كده تستأثر قارة آسيا بأكثر من نصف الإنتاج العالمي للعديد من المعادن. إيه هي؟ كان إيه أكتر حاجة بتاخد نصف الإنتاج في آسيا؟ نصف الإنتاج على طول كان اليورانيوم. اليورانيوم. طيب بعد كده 8 يقل وجوده في قارة أوروبا لأسباب مناخية. على طول اللي بيقل وجوده لأسباب مناخية في أوروبا هو البوكسايت. ليه؟ لأنه محتاج مناخ مداري، وأوروبا ما عندهاش مناخ مداري، وعلشان يتكون البوكسايت ما بيتكونش غير في بيئات بها مناخ مداري زي ما موجود في آسيا. طيب يعود التشابه بين كل من معدن النيكل والتيتانيوم في ايه؟ النيكل والتيتانيوم الاتنين بيدخلوا في صناعة ايه؟ هياكل الطائرات. يبقى الإجابة أهميتهم في صناعة الطائرات. بعد كده يرتبط مفهوم المناجم الخضراء بعديد من مصادر الطاقة البترول، ويستثنى منها ايه؟ البترول. يتشابه معدني المنجنيز والنيكل في إنهم يدخلان في صناعة إيه؟ منجنيز ونيكل، لسه قايلين في أول سؤال بطاريات السيارات الكهربائية. 12 يتشابه كل من الفحم والمنجنيز في إيه؟ فحم ومنجنيز الاتنين كانوا بيدخلوا في صناعة الصلب. الفحم قديما والمنجنيز بيدخل في صناعة الصلب. 13 يمكن أن يوصف بأنه أقرب مصادر الطاقة الأحفورية الصديقة للبيئة. طبعا ده الغاز الطبيعي لأنه أقل تلوث للبيئة. 14 تمثل الصورة المقابلة أحد مصادر الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية. إيه بقى أكتر دولة عالميا في إنتاجها تحتل المرتبة الأولى يعني في إنتاجها؟ مين؟ الصين. الصين هي اللي بتحتل المرتبة الأولى في إنتاج الطاقة الشمسية. 15 الدولة التي تتصدر إنتاج الفحم في قارة أوروبا. في قارة أوروبا روسيا هي اللي تتصدر إنتاج الفحم في قارة أوروبا. 16 أكبر دولة على مستوى العالم في إنتاج الطاقة من المصدر اللي في الصورة اللي هو الرياح. أكبر دولة بتنتج الطاقة من الرياح هي ألمانيا. أخيرا يمثل المصدر الرئيسي للطاقة في العالم حتى بداية القرن العشرين ده كان الفحم. كان هو اللي بيمثل مصدر الطاقة الرئيسي الفحم، لأن ما كانوش لسه توصلوا في القرن العشرين للبترول. تمام. أو ما كانش موجود بكثرة قبل القرن العشرين. بعد كده هناخد صح أو خطأ مع التصويت. أول واحد بتقول تستورد الصين كميات ضخمة من الحديد لتغطية استهلاكها. صح، رغم انها بتنتج كمية كبيرة الا انها برضو بتستورد. تاني واحد تعد الصين من اهم دول قارة اسيا انتاجا للمنجنيز. صح. يعد معدن الكروم احد المعادن الاستراتيجية والنووية. غلط. مين هو اللي النووي؟ اليورانيوم. الكروم مش نووي، يبقى هنشيل الكروم ونحط مكانها اليورانيوم. تساهم المواد الخام الحرجة في زيادة معدلات التلوث. صح. 5 تحتل روسيا المركز الأول في إنتاج معدن النيكل على مستوى قارة أوروبا. غلط. مش روسيا، هي أندونيسيا. 6 يتميز معدن اليورانيوم بشدة صلابته رغم خفة وزنه. مش اليورانيوم، التيتانيوم، وعلشان كده علشان هو صلب وخفيف بيدخل في صناعة هياكل الطائرات. 7 يزيد إنتاج قارة أوروبا عن نصف الإنتاج العالمي من اليورانيوم. 7
يزيد إنتاج قارة أوروبا من نصف الإنتاج العالمي من اليورانيوم. غلط، قارة آسيا. 8. يرتفع إنتاج المعادن الخام في قارة أوروبا عنه في قارة آسيا. غلط، العكس، بيزيد في آسيا عن أوروبا مش العكس. 9. تنتج الصين نحو نصف الإنتاج العالمي من الفحم، مش النصف، 75%، يعني تلات أرباع، مش النصف، 75%. 10. يرتبط ارتفاع إنتاج الفحم بقارة آسيا بصناعة الصلب. صح، كانوا بيستخدموا الفحم في صناعة الصلب في قارة آسيا. 11. إنتاج الطاقة الأحفورية سيساهم في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفاضا كبيرا بحلول عام 2050. صح. شفت أنا قلت صح ومحدش راجع ورايا، هي مش صح. تاني، إنتاج الطاقة الأحفورية سيساهم في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفاضا كبيرا بحلول عام 2050. غلط، مش الطاقة الأحفورية، الطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة. تمام. 12. تعد ألمانيا أولى دول قارة أوروبا في إنتاج الطاقة الشمسية والكهرومائية. غلط، طاقة شمسية وطاقة رياح. ألمانيا طاقة شمسية وطاقة رياح. 13. تحظى الطاقة الأحفورية خلال العقود الأخيرة باهتمام متزايد في معظم دول العالم. غلط، مش الطاقات الأحفورية، الطاقة المتجددة، طبعا لأنها أقل تلوث. 14. تعد دولة أندونيسيا من أكثر الدول التي تمتلك المادة الخام اللي بتدخل في الصناعات النووية اللي هو اليورانيوم، مش أندونيسيا، يورانيوم على طول كازاخستان، يورانيوم على طول كازاخستان. 15. تتجه دول أوروبا وآسيا لإعادة تدوير المعادن والبحث عن بدائل. صح. 16. تنخفض تكلفة العمالة الأوروبية في التعدين مقارنة بالعمالة الآسيوية. صح. 17. ساهمت الثروة الصناعية التي ظهرت في دول غرب أوروبا في نقص كمية المعادن الموجودة في باطن الأرض. صح. نكمل مع بعض أسئلة صح أو خطأ مع التصويت. أول سؤال، تضم قارة، ده طبعا على الدرس الأول، تضم قارات العالم القديم آسيا وأوروبا وأستراليا. غلط، آسيا أوروبا أفريقيا، عالم قديم آسيا أوروبا أفريقيا. 2. مرور طريق الحرير وطريق التوابل عبر أراضي قارة آسيا زاد من الأهمية الاقتصادية لموقعها منذ القدم. صح. 3. أدى الموقع الفلكي لقارة آسيا إلى تنوع نباتها الطبيعي. صح. نشأت بقارة آسيا عديد من الحضارات العريقة زي الصينية واليونانية. الصينية صح، بس اليونانية غلط، اليونانية دي عند قارة أوروبا، يبقى أنا هشيل اليونانية وأحط بدلها أي حاجة تانية، فينيقية، أي واحدة منهم، في كتير. تمتد قارة أوروبا بأكملها في نصف الكرة الشمالي. صح. 6. يحد المحيط الهندي قارة أوروبا من جهة الغرب. غلط، الهندي شرق، يعني ممكن اسيب الهندي واكتب من جهة الشرق، او ممكن اسيب الغرب زي ما هي بس اشيل الهندي واحط الاطلنطي، تعدلها بالطريقة اللي تريحك، دي صح ودي صح، المهم ان الاجابة غلط. 7. تشغل السلاسل الجبلية والهضاب اكثر من نصف مساحة قارة اسيا. صح. يسود الجزء الشمالي في قارة اوروبا السلاسل الجبلية المرتفعة. غلط، الجزء الجنوبي. تعد قمة مون بلان أعلى قمة جبلية في العالم وتقع بقارة آسيا. ليها برضه، هي طبعا إجابة غلط وليها حلين، ممكن أسيب مون بلان وأخليها بقارة أوروبا، بس برضه دي مش هتبقى صح لأن هو كاتب أعلى قمة جبلية في العالم، يبقى هشيل مون بلان وأحط إيفرست، لأن إيفرست هي أعلى قمة جبلية في العالم، يبقى دي الإجابة الصح، أشيل مون بلان وأحط إيفرست. 10. يوجد بقارة أوروبا عدد قليل من الهضاب ومنها هضبة الميزيتا بدولة فرنسا. غلط طبعا، هي الميزيتا في إسبانيا. 11.
يقع نهر ينسي في شرق قارة آسيا؟ هي يقع في الشمال، شمال قارة آسيا. 12. يعد السهل الأوروبي العظيم أكبر السهول الفيضية في أوروبا؟ صح طبعا. 13. تأتي قارة آسيا في المرتبة الثانية بين قارات العالم من حيث طول سواحلها، في المرتبة الأولى، يبقى الإجابة غلط، وهخلي كلمة الثانية الأولى. 14. تتميز السهول الساحلية في قارة أوروبا بكثرة التعاريج مما ساعدها على قيام الموانئ الطبيعية؟ صح. 15. تهدد التغيرات المناخية والتلوث السهول الساحلية بقارتي آسيا وأوروبا؟ طبعا صح. 16. ساهمت السهول في تحقيق الاتصال بين دول قارة أوروبا؟ صح. بعد كده هندخل على أسئلة بما تفسر، يعني الكتابة كتير، بس أنا بالنسبة لي أسئلة بما تفسر دي أهم أسئلة، أو أكتر أسئلة أعرف أبين إن أنا حافظة أو فاهمة منهجي كويس. طيب، أول سؤال بيقول لي بما تفسر تعرف هضبة التبت باسم سقف العالم؟ ليه؟ قلنا لأنها أول حاجة تقع في وسط القارة، تاني حاجة هي أعلى هضاب القارة، طبعا قارة آسيا. تمام. السؤال اللي بعد كده بما تفسر الأهمية الاستراتيجية لموقع قارة أوروبا؟ ليه عندها أهمية استراتيجية؟ أول حاجة لأنها تطل على مسطحات مائية مهمة وتشرف على ممرات ملاحية مهمة لها أهمية استراتيجية، زي مضيق جبل طارق ومضيق البسفور ومضيق الدردنيل. رقم 3. تأتي قارة آسيا في المرتبة الأولى بين قارات العالم من حيث أطوال سواحلها؟ ليه سواحل قارة آسيا هي أطول سواحل؟ بسبب اتساع مساحتها، أدي حاجة، وكثرة الخلجان والأذرع المائية بها، بسبب اتساع مساحتها وكثرة الخلجان والأذرع المائية بها. رقم 4. بما تفسر قيام العديد من الموانئ الطبيعية في قارة أوروبا؟ ليه؟ سهلة دي، بسبب كثرة تعاريج سواحلها. ندخل على أسئلة الدرس الثاني. بما تفسر يمتلك خام التيتانيوم خصائص فريدة تجعله يدخل في هياكل الطائرات والصواريخ والأجهزة الكهربائية؟ قلنا ليه؟ لأنه بيتميز بخفة وزنه، أدي حاجة، وصلابته العالية، أدي تاني حاجة، وآخر حاجة مقاومته الكبيرة للتآكل. يبقى لأنه بيتميز بخفة وزنه وصلابته العالية ومقاومته الكبيرة للتآكل. السؤال اللي بعد كده بما تفسر ارتفاع إنتاج المعادن الخام في قارة آسيا عن قارة أوروبا؟ ليه إنتاج المعادن كبير في آسيا عن أوروبا؟ أول حاجة بسبب اتساع مساحة قارة آسيا وتنوع الصخور بها، وبسبب تعرض مساحات كبيرة جدا من قارة آسيا إلى حركات باطنية زي الزلازل والبراكين مقارنة بقارة أوروبا. يبقى تاني، ليه الإنتاج عند قارة آسيا في المعادن الخام أكبر من قارة أوروبا؟ بسبب اتساع مساحة آسيا وتنوع الصخور بها وتعرض مساحات كبيرة من قارة آسيا إلى حركات باطنية مقارنة بقارة أوروبا. السؤال اللي بعد كده يعد الغاز الطبيعي بديل قوي للبترول؟ ليه؟ بسبب أول حاجة سهولة استخراجه وتكلفته المنخفضة وقلة تلوثه للبيئة. أول حاجة سهولة استخراجه عكس البترول، وتكلفته المنخفضة وقلة تلوثه للبيئة، ودي طبعا أهم حاجة. السؤال الرابع حظيت الطاقة المتجددة باهتمام كبير عالميا خلال العقود الأخيرة؟ ليه بدأوا يهتموا بالطاقة المتجددة؟ بسبب إنها طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة وتنتج من مصادر متجددة غير قابلة للنفاذ ومتوفرة في معظم مناطق العالم. تاني، لأنها طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة تنتج من مصادر طاقة متجددة غير قابلة للنفاذ ومتوفرة في معظم مناطق العالم. السؤال الخامس بما تفسر استنزاف يعني بتخلص، استنزاف الموارد المعدنية بدولتي فرنسا وبريطانيا؟ ليه الموارد المعدنية دي بتستنزف؟ بسبب ليه عندهم في فرنسا وبريطانيا؟ بسبب الاستعمار اللي بيتسبب في ايه؟ في نقل الثروات دي.
تمام. السؤال السادس: استخدام التقنيات الحديثة لمواجهة مشكلات التعديل. ليه بدأوا يستخدموا تقنيات حديثة؟ عشان يقللوا التأثيرات السلبية للتعديل، لتقليل التأثيرات السلبية للتعديل. 7. اتجاه دول قارة آسيا وأفريقيا نحو بناء المناجم الخضراء. ليه؟ علشان بيستخدم فيها أساليب تعدين حديثة وصديقة للبيئة وتقليل التلوث وتحقيق الاستخدام الأمثل. تاني، ليه بدأوا يستخدموا المناجم الخضراء أو يتجهوا ليها؟ لأنهم بيستخدموا فيها أساليب تعدين حديثة وصديقة للبيئة وبتكون سبب في تقليل التلوث وتحقيق الاستخدام الأمثل. آخر حاجة، ليه الدول بدأت تصدر قوانين المواد الخام الحرجة؟ بيحطوا قوانين ليه؟ لضمان استخدام الموارد المعدنية للأجيال القادمة، عشان يحاولوا يوفروا من الموارد دي للأجيال القادمة، يعني عشان يحافظوا عليها وما تنفذ. بعد كده هناخد أسئلة النتائج المترتبة. ما النتائج المترتبة لموقع الفلكي لقارة آسيا؟ أدى ذلك إلى تنوع مناخها، وتنوع مناخها أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. تاني، النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة آسيا أدى إلى تنوع مناخها، وتنوع مناخها أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية والحيوانات. النتائج المترتبة على إشراف قارة أوروبا على مضايق مهمة جعل لها أهمية استراتيجية كبيرة. جعل لها أهمية استراتيجية كبيرة. سهلة. دلل، يعني هاتلي الدليل. تتنوع الحدود الغربية لقارة آسيا ما بين حدود برية وحدود مائية. صح، قلنا تنوع حدود آسيا غربا إلى حدود برية تتمثل في جبال أورال اللي بتفصلها عن قارة أوروبا، وحدود بحرية تتمثل في البحر الأحمر والمتوسط والأسود. تاني، قلنا ليها حدود آسيا غربيا بتنقسم إلى نوعين: حدود برية تتمثل في جبال أورال اللي بتفصلها عن قارة أوروبا، وحدود مائية تتمثل في البحر الأحمر والأبيض اللي هو المتوسط والأسود. دلل لموقع قارة آسيا أهمية دينية. ليه؟ قلنا لأنها مهد الديانات السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلامية، وتضم العديد من المواقع المقدسة زي الكعبة المشرفة في السعودية، والمسجد الأقصى، ومسجد قبة الصخرة، وكنيسة المهد في فلسطين. بعد كده، تعددت الحضارات في قارة أوروبا. إيه الدليل على كده؟ نشأ فيها العديد من الحضارات. زي إيه؟ زي الحضارة اليونانية القديمة، والحضارة الرومانية القديمة، والحضارة الغربية الحديثة. تمام. احنا فوتنا سؤال اللي هو قارة آسيا كانت موطن للعديد برضو من الحضارات. هنتكلم عن حضارات اللي نشأت في آسيا. زي ايه؟ زي حضارة بلاد الرافدين، هقوله نشأ بها العديد من الحضارات العريقة: حضارة بلاد الرافدين، وحضارة بلاد اليمن، والحضارة الصينية، وحضارة فينيقيا، والحضارة الهندية، وأخيرا الحضارة الإسلامية. آخر سؤال بقى: تتعرض السهول الساحلية في قارة آسيا وإفريقيا للعديد من المخاطر. صح، ايه بقى المخاطر دي؟ التغيرات المناخية والتلوث والاستغلال المفرط. يبقى تتعرض السهول الساحلية في آسيا وأوروبا لتهديدات، منها أو أهمها التغيرات المناخية والتلوث والاستغلال المفرط. كده نكون خلصنا المراجعة. يعني دي كم كبير من الأسئلة اللي بتشمل الوحدة كلها تقريبا.